في ميعاد تصوير الفيديو ده هنكون بقالنا 3 شهور على اليوتيوب وبنسجل فيديوهات بمواضيع مختلفة بأشكال مختلفة. يمكن دي أطول فترة أكون حاسس إن أنا بعمل حاجة ليها فايدة ومبسوط فيها. وصلنا ل 81 سبسكرايب، يمكن مش ده الرقم اللي أنا كنت أتوقعه اللي احنا نوصل له في خلال 3 شهور، بس أنا مبسوط. أنا مبسوط إن في ناس بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي، أنا مبسوط إن احنا وصلنا ل 81 أخ وأخت. يمكن ده بالنسبة لك مش رقم كبير ويمكن تحت الصفر بالنسبة لعمالقة اليوتيوب، بس أنا بالنسبة لي ده نجاح وحاجة كويسة قوي، وإن شاء الله نوصل لل 80,000 وال 100,000 والأرقام الخزعبلية دي كلها. أهم حاجة دعمكم ليا، وإن شاء الله توفيق من عند ربنا. كل اللي طالبه منكم سبسكرايب بس للقناة. لو أنت أول مرة تشوفني قول لي رأيك في موضوع الفيديو ومواضيع الفيديوهات اللي فاتت. تعالى من غير ما أرغي معاك كتير ونضيع وقت نخش في موضوع حلقة النهاردة. كلنا متفقين إن الشغل بمزاج شيء لا يعلى عليه، وحتى إن الجملة نفسها تحس إن فيها رنة كده وفيها نغمة مريحة لأعصابك ولودانك. بس مش كل حاجة بيبقى شكلها حلو وإحساسها حلو بيبقى ده الصح أو دي الحاجة الصحية لينا، وإن أساسا العكس هو الصح، اللي هو الشغل من غير مزاج هو الحاجة اللي لازم إنك تعملها وإنك تبقى ملتزم بيها. بص، أنا عارف إن كلامي غريب ويمكن يتوهك، بس خليك معايا لآخر الفيديو وانت هتفهم اللي انا عايز اوصله لك بالتفصيل الممل. تعالى بس كده نعدي الانترو بتاع الفيديو بتاعنا ونكمل كلامنا. طيب تعالى اقول لك ليه الشغل بمزاج دي مش حاجه كويسه ومش حاجه حلوه. اولا المزاج ده شيء متقلب ومش حاجه ثابته، تمام؟ دايما كده تلاقيه ايه، مش راسيلك على بال، دايما تلاقيه تعبك ومبهدلك معاه ومطلع عينك، وحاجات تانية كتير بتأثر عليه اذا كنت انت اصلا عارف او ما تعرفش. حاجات زي النوم، زي الاكل، زي الاخبار اللي بتجيلك او البيئه اللي انت عايش فيها عموما. واول حاجه اللي هي النوم، اذا كنت انت اساسا مش نايم كويس او مش واخد راحتك الكافيه من النوم، خلينا متفقين انك هتصحى مش طايق نفسك، مزاجك مقريف، مش طايق اساسا ان حد يقول لك ايه صباح الخير. انت كل اللي عايزه ايه، تلاشوني النهارده لغايه اما اليوم ده يعدي على خير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. ايه في ايه؟ تاني حاجة وهي الأكل، إذا كنت أنت من النوع اللي بياكل سكريات كتير، السكر من النوع اللي بيقلب المود. هو ممكن يعني إيه، يكون مخلي مزاجك مبسوط وأنت مرتاح معاه، بس بيأثر في شوية كده في حتة الأعصاب، وممكن يوصلك لحتة إيه، عصبية ما تجيش على بالك على الفاضي وعلى المليان. وتالت حاجة وهي الأخبار، لو أنت من الناس اللي متابعة الأخبار وإيه اللي بيحصل في نيجيريا وإيه حكاية السيول اللي بتحصل في اثيوبيا ومش عارف ايه والحبشتكنات دي كلها، دي حاجه خلينا متفقين انها بتاثر على اي بني ادم بيقعد متابع الاخبار، وبالذات لو انت بورصجي اساسا. لو انت من الناس اللي بتتابع السهم ده طلع ولا نزل ولا ايه اللي حصل في الشركه دي، وبالذات لو ليك اصلا فلوس فيها، هتلاقي ايه، انت شويه مبسوط وشويه زعلان، شويه بتتنطط من الفرحه وشويه قاعد شايل الهم. فهو ده اللي بيحصل من متابعتك للاخبار، وهو ده اللي بيأثر على المزاج عموما. وفي حاجه تانية مش عارف انت هتعرفها ولا لا، بس خليني اقولها لك كده بصيغه وانت تخمن مع نفسك. هي حاجه بقت روتين يومي، تمام؟ ما بنعرفش اللي احنا نستغنى عنها. شويه تخليك مبسوط، شويه تخليك حزين، شويه تخليك او تخليك شخص ديني قوي، وشويه تخليك شخص سافل قوي، شويه تكون انت بتتنطط من الفرحه، وشويه تلاقي نفسك قاعد في عزا، بعد الشر طبعا على كل شخص وبعد الشر عنكم طبعا. فهي حاجه كده ايه، مركباك المرجحه، شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده. وطبعا هو واضح من اللي انا بقوله وانت عرفت اساسا ان الحاجه الطبيعيه اللي ما بقيناش نعرف نستغنى عنها لمده 3 دقايق على بعض. ومش لوحدك اساسا، هو كلنا عموما، هي مؤثره علينا كلنا وبقت ادمان لينا. بس نعمل ايه، بقت حاجه اساسي في يومنا. واكيد طبعا انت عرفتها اللي هي السوشيال ميديا. يمكن السوشيال ميديا بقت بتأثر علينا بطريقة ما يعلم بها الا ربنا، ويعني ربنا يكفينا شرها اساسا واللي بتعمله فينا، ونحاول على قد ما نقدر اللي احنا نقلل من تعاملنا فيها. نعمل ايه عشان ما نعتمدش على المزاج بطريقة كلية؟ بص، هو اللي انت محتاجه عموما ان مزاجك او مودك يكون ثابت او متعادل، يعني لأطول فترة ممكنة ممكن تتخيلها. احنا عايزين كفتين الميزان يبقوا ثابتين في نفس الليفل، ولا انت مبسوط قوي ولا انت زعلان قوي، ولا انت فوق قوي شويه والشويه التانيين انت تحت قوي. احنا عايزينهم يبقوا ثابتين لاطول فتره ممكنه ما تخطرش على بالك. بمعنى اصح، ابعد عن الحاجه اللي بتاثر على مودك او بتاثر على مزاجك. اذا كنت انت متابع الاخبار قوي، حاول تقلل من متابعتك للاخبار. يعني الموضوع سهل، مش محتاج فقاقه مني. هو معلش يعني انت ولا بتحكم بلد ولا في حاجه تخاف عليها، ولا معاك ملايين في البنك في سويسرا، ولا انت نجيب ساويرس نسخه الغلابه، فبلاش ايه نسيع على بعض في الحته دي.
وخلينا بقى متفقين بصراحة كده ان حوار المزاج ده بتاع العيال الصغيرة. اصلك مثلا كده انت هتقوم الصبح عشان عندك شغل فملكش مزاج، هل مش هتروح؟ او انت اساسا عندك بكرة الصبح امتحان، هل انت مش هتروح الامتحان؟ او انت لا انا ماليش مزاج اللي انا امتحن النهارده، اجلوا لي الامتحان ده الاسبوع الجاي. مفيش الكلام ده. فانت خلينا متفقين زي ما قلت لك ان حوار المود او المزاج ده بتاع العيال الصغيره. احنا في روتين، في حاجات اساسيه علينا، في التزامات احنا كرجاله احنا المفروض اساسا ان احنا نبقى ثابتين عليها ومنتظمين فيها. انت كطبيعتك او كلنا كده كبني ادمين لما بتوصل لمرحله معينه في عمرك انت دماغك بتنضج ايه ده؟ بتنضج طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ بطريقه معينه. وبنعرف ان حوار المزاج ده بره المعادله اساسا، وانه ما ينفعش اساسا ان احنا نمشي بيه، وبيبقى ده بيتحط مكانه حاجات تانية كمسؤوليات زي ما قلت لك، فما ينفعش ان احنا اساسا نتدلع فيها. بس لو هو موجود فمرحب بيه طبعا، وانت منور يا عم الحاج واهلا بيك، مش هنقول له لا. فلو هو مش موجود اتفضل كده من غير مطرود، مع السلامه، احنا مش فاضيين لك هنا، لانه اساسا مش عامل اساسي في المعادله كلها. وخلينا متفقين ان اي شخص اساسا موهوب او مبدع بيقع في حته الفخ بتاعت ايه، انه يربط ابداعه او نشاطه اللي هو بيعمله بحته المزاج دي. فكره انك ما تشتغلش او ما تنتجش غير لما يبقى مزاجك كويس او لما يبقى مودك حلو، دي مش حاجه حقيقيه اساسا. وقاعد اساسا عمال تضيع في وقت، وده هيوديك في حته انت مش هتبقى حاببها اساسا انك تكون موجود فيها، وانك اساسا في غنى عنه. وهتلاقي نفسك كده مره واحده انت دخلت في حته انت مش عارف تبدا، او مش عارف انك تطلع الانتاج اللي انت كنت بتطلعه الاول، او تعمل الشغل اللي انت بنفس الليفل اللي انت كنت بتعمله اللي قبل كده. هو معلش بس خليني اسالك سؤال، هو انت تفتكر الشخص اللي نجح في حياته او وصل للحاجه اللي هو بيحلم بيها، هل الشخص ده كان رابط شغله بحته المزاج او المود او ابداعه عموما بالحوار ده؟ اكيد طبعا لا. طيب حل الحوار ده كله ايه اساسا؟ سؤال حل الحوار ده كله، ويعني حاول تفهم الجمله دي، انا كل اللي عايزه منك تضحك على دماغك. والله ما بهزر، عامل دماغك كأنها شخص تاني او عيل صغير انت المفروض ايه بتسايسه عشان توصل للي انت عايزه، وده المفروض انه يحصل. دماغك يعني لو انت كنت ليك سيطرة عليها ما كانتش هتخليك تسهر طول الليل قاعد بتفكر في الاكس. فانت فعلا اضحك عليها او خدها على قد عقلها. الكلام غريب انا عارف والله، بس تعالى افهمك الحتة دي واحدة واحدة. يعني مثلا ما ينفعش تقول لي انا هقعد الست ساعات دول هذاكر فيهم مش هعمل حاجة غير مذاكرة بس. انت مش قد الحوار ده، وانت عارف انك مجرد كلام بس. لان انت لو ربطت برضو حتة اللي هو ايه انا هقعد اذاكر 6 ساعات مش هعمل حاجة غير كده، انت اول ما هتسمع رنة التليفون هتجري عليه. او ممكن تلاقي نفسك حتى لو شغلك على اللابتوب، انا كانت دراستي على اللابتوب، فممكن كنت تلاقيني ايه فاتح الويب سايت بتاع الجامعه، اطلع من الويب سايت اخش اقلب في الفيس شويه، اخش على الانستجرام شويه، اخش في حاجات وادور على حاجات انا كنت ناسيها اساسا او كنت ماجلها. فالكلام ده مش حقيقي تمام. انت هتقعد تذاكر، لا معلش يعني ايه، تقعد كده وتتكلم معاها وتقول لها ايه احنا بصي نجرب ساعه بس كده اللي احنا ايه نفتح كده الماده دي نبص فيها ايه الدنيا ماشيه فيها ازاي، هنرتاح فيها ولا لا. وبعدين لو الحوار لقيناه كده حلو وماشي معانا نخش في ساعة تانية والكلام ده، فاهمني انت؟ وفعلا افتح صفحة في الكتاب بتاعك او اول PDF في المحاضرة، بصي فيه وحاول تقرا فيه وخد الموضوع كده ايه بسلاسة، هتلاقي الدنيا بدأت تمشي معاك. سيع على دماغك قبل ما دماغك تسيع عليه. والله يعني ده مثل او دي جملة انت امشي بيها. وزي ما قلت لك انت عامل عقلك كأنه بني ادم تاني انت بتاخده على قد عقله او اللي انت بتشتغله، وهو فعلا كده دماغك شخصية تانية خالص غيرك. وزي ما قلت لك ابدأ بالبسيط الاول، وواحدة واحدة كده تقل عليه، هتلاقي الدنيا ايه بدأت تمشي معاك لحد ما يتعود كده على الموضوع ده او الروتين ده. تاني حاجة غير عقلية تفكيرك. هتقول لي يعني ايه غير عقلية تفكيري؟ اذا كان ليك مزاج او اذا كان مالكش مزاج، انت غصب عنك انت هتعمل الحوار ده، غصب عنك هتقعد تذاكر، غصب عنك هتقعد تشتغل، غصب عنك قدام يعني مادام حاجة مسؤوليات وحاجة اجباري عليك هتقعد تعملها. مفيش حاجه اسمها لما يجيلي مزاج. اصل انت دلوقتي بقيت راجل ملتزم عليه مسؤوليات، ما ينفعش انه يجي يقول لي انا ماليش مزاج اللي انا اعمل الحاجه دي. مش هتروح تقول لمديرك لما يطلب منك بروجكت معين معلش انا ماليش مزاج النهارده. مش هتروح تقول للدكتور في المحاضره كان طالب منك بحث عن حاجه معينه تقول له اصلك ما كانش ليا مزاج اللي انا اعمله. مفيش الكلام ده، الحوارات دي انتهت خلاص، فاهمني انت؟ وتالت حاجه ظبط بيئه عملك، اذا كان مكتبك او غرفتك ظبط الدنيا بان مفيش حاجه تلهيك او مفيش حاجه تقطعك عن اللي انت هتقعد تعمله ده. المكتب
رتبه، حط الكتب بتاعتك جنبك او شغل اللابتوب بالموقع بتاع الكليه بتاعتك انك تقعد تعمل الموضوع ده. بس الموبايل ابعده عنك، امنع اي حد في الساعتين او في الساعه اللي انت هتقعد تركز فيها دي ان حد يقطعك او ان حد يخبط عليك. مهما كان كل اللي انا عايزه منك انك تقعد تركز في الساعه دي، ما تعملش غير المطلوب منك بس. وبعد ما تخلص ترتب دنيتك برضو، ترتب المكتب بتاعك بحيث انك لما ترجع له تاني يبقى كل حاجه مترتبه من غير ما في حاجه تليك او حاجه يعني ايه تضيع لك وقت على الفاضي وعلى المليان. لان لما تيجي تشتغل المره الجايه مفيش حاجه هتبقى موقفاك غير انك هتخش على الشغل على طول. بس فانا اتمنى ان الحلقه دي تكون وصلت لك الموضوع اللي انا عايز اقوله، او وصلت لك النصيحه اللي انا عايز اقولها لك، وتكون استفدت منها باكبر قدر ممكن. هي كانت دردشه بيني وبينك برضو، يبقى كاول فيديو نبدا بيه الشهر الجديد. بجد شكرا ليكم على متابعتكم للفيديو، شكرا ليكم على الدعم بتاعكم ليا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره لاصحابك وتخليهم يقولوا لنا رايهم في الفيديو ده، ويعملوا سبسكرايب برضو لان احنا محتاجين زي ما قلت لك السبسكرايب قوي الفتره دي. يمكن ما عرفناش اللي احنا نوصل لل 100 سبسكرايب الشهر اللي فات، بس هنوصل لها ان شاء الله الشهر ده وهنعديها كمان. انا واثق من الحته دي وواثق فيكم. والخاتمه بتاعتنا زي كل فيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، اكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في موضوع حلقه النهارده، واستناني في فيديو جديد بمواضيع جديد. اشوفك على خير الفيديو الجاي.